أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة ضيف التحرير نخصصها لتعمق الخلافات بين مالي والجزائر عقب استدعاء وزير خارجية مالي عبد الله جوب السفير الجزائري في باماكو الحواس رياش للاحتجاج على ما سمته الخارجية المالية أو وصفته بالأعمال غير الودية الصادرة عن الجزائر والتنديد بالتدخل في شؤونها الداخلية. متابعة لهذا الموضوع ضيفنا هذا المساء في ضيف التحرير الدكتور عبد الرحيم المنار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك، مرحبا إيمان. أهلا بك. حتى نفصل في الواقعة، استدعاء السفير الجزائري في مالي جاء بسبب استقبال الرئيس الجزائري للإمام والمعارض المالي محمود ديكو المعارض الشرس للنظام العسكري في بلاده، والذي يصف هذا النظام يصفه بالمتغطرس. كيف تعلقون على الفعل وعلى رد الفعل؟ أولا القراءة الدبلوماسية نجد بأن هناك استدعاء لسفير الجزائر من طرف السلطات المالية، هذا نسميه احتجاج. وزير الخارجية استعملت فيه بعض المفاهيم، مثلا أن الأمر يتعلق بأعمال غير ودية، ولكن تكيفها مالي بأنه يعتبر تدخل في الشؤون الداخلية لدولة مالي من طرف الجزائر. ما هو الفعل الذي قامت به الجزائر؟ أنها استقبلت محمود ديكو ليس فقط معارض شرس، ولكن هذا سلفي له ارتباط بجبهة نصرة الإسلام والمسلمين، هذا التنظيم المتطرف الخطير. أكثر من ذلك، كما تقول المعلومات أن مالي تراقب الوضع، وأنها احتجت لما تبين بأن الجزائر هي تستقبل ليست فقط ديكو، واستقبلت أطراف أخرى إما أنها انفصالية أو لها علاقات بالتنظيمات الإرهابية، مع العلم أن الجزائر التي هي تقول كما جاء اليوم مثلا في استقبال آخر من طرف وزير الخارجية عطاف لسفير مالي، بمعنى عملية أخرى قامت بها الجزائر أنها استقبلته. ماذا كان مضمون النقاش؟ أن الجزائر تعتبر نفسها بأنها لا زالت هي التي تقود مبادرة اتفاق الجزائر حول مالي، في حين أن هذا الاتفاق هو يمكن أن نقول بأنه سقط نتيجة هذه الأعمال التي قامت بها الجزائر وقبلها. ولكن دعيني أوضح هنا بأن الأمر هو يتعلق بأحداث أخرى لا يتم الإعلان عنها. سنعود ربما للأحداث الأخرى. نعم. أريد أن أتوقف معكم دكتور عند ملابسات، عند تفاصيل هذا الاستقبال طبعا تم بحضور رئيس الاستخبارات الخارجية والمدير العام للتوثيق والأمن الخارجي الجنرال جبار مهنا. وهنا يطرح السؤال: ماذا يفعل رئيس المخبرين الجزائريين في اجتماع من المفترض أنه وكما قيل مخصص لتوطيد الروابط الدينية والروحية بين الجزائر والطريقة الكنتية؟ ديكو هو إمام الطريقة الكنتية. هذا ما قيل، الذي قيل من طرف الرئاسة الجزائرية أن الأمر يتعلق بتمتين هذه الروابط التي سموها بالروابط الروحية والدينية، ولكن الحضور الذي لاحظ يحضر جبار مهنا، هذا المسؤول عن المخابرات العسكرية. معنى هذا أن الأمور لها ارتباط بأشياء أخرى يتم التخطيط لها. هذا ما قرأته مالي. أكثر من ذلك، في مثل هذه اللقاءات إذا كانت الأمر تتعلق بإحياء روابط روحية، من المفترض أن يحضر وزير الشؤون الدينية غير حاضر. بمعنى الأمر هنا قرأته مالي بهذه الطريقة وراقبت الوضع، ويقول مثلا بأن هذا الشخص الآن ديكو هو إذا عاد إلى مالي سيتم اعتقاله. تصريحاته فيها الكثير من الإبهام. هو يقول مثلا: نحن بلد واحد، ويعرف جيدا بأن هناك مؤاخذات من طرف السلطات المالية على الجزائر. لماذا؟ لأنه يبدو بأن كما قلت
أن هناك الكثير من الأمور التي ترتب في مالي، مثلا أن السلطات المالية، الجيش لما أخذ السلطة هو يحاول توحيد البلاد، يريد الوصول إلى الحدود، بمعنى يريد الوصول إلى الحدود مع الجزائر وينهي كل التنظيمات الموجودة في شمال مالي. ماذا تفعل الجزائر؟ وهذا النوع من الاستقبالات هو مناقض للاتفاق، الذي هو اتفاق الجزائر هو مناقض له، بمعنى أن الجزائر هي في مرحلة معينة هي التي أدخلت، بمعنى أدخلت الفاغنر. بالمناسبة هناك بدأ عن طريق وصول الفاغنر والذي مر عبر الأراضي الجزائرية وصل إلى مالي، وكان هذا عبارة عن تعاون بين فاغنر الذين تم إرسالهم من طرف روسيا، تعاون بين روسيا وبين الجيش المالي الذي يحكم من أجل توحيد البلاد. الجزائر قامت بهذه العملية، ثم بدأت أنها تستقبل التنظيمات، هذه التنظيمات التي دخلت في مواجهات مسلحة منذ شهر، منذ تقريبا بحدة منذ شهر غشت الماضي مع الجيش المالي. إذن هنا طبيعي جدا أن يفهم الماليون أن هناك شيء ما يرتب. ودعيني أوضح هنا ما قالته الجزائر منذ أيام. لاحظي هنا أين ذهبت، بمعنى ما هي التأويلات التي قدمتها لما شعرت بأنها ارتكبت أخطاء كبيرة جدا في منطقة الساحل وفي شمال مالي بالخصوص. هي بدأت تتهم مجموعة من الدول، منها مثلا المغرب والإمارات. نقرأ هذه المسألة في هذا الإطار. الكل يتذكر لما خرجت الجزائر توجه اتهامات، معنى هذا أن كانت تغطي عن أشياء تقوم بها وعن عن أخطاء ارتكبتها. وهذه ليست فقط مالي هي التي احتجت حول هذه المسألة، سبق للنيجر أيضا أن احتجت على الجزائر لما أولت أو لما تبين بها أنها تشتغل بوجهين. وهنا الكل يعرف بأن الجزائر هي فقدت الكثير من التأثير في منطقة الساحل وبدأت تستعمل هذه الأساليب. عطفا على هذه الفكرة، طبعا هذه التصرفات التي وصفتها باماكو بأنها غير الودية تدرجها الجزائر كما قلتم دكتور تحت غطاء عملية السلام، علما أن اتفاق السلام الذي رعته الجزائر هو وقع عام 2015. منذ ذلك وقع بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة للطوارق. بين 2015 و2023 مياه كثيرة جرت تحت الجسر فيما يتصل بطرفي الاتفاق، وأمور ومعطيات تغيرت في الميدان. وهل تملك الجزائر رؤية واضحة وأهداف مسطرة من خلال هذا الاستقبال وغيره ربما من الأخطاء المتكررة، أم أنها أضاعت البوصلة، هي تبحث عن شيء لا تعلم ما هو؟ يجب أن نعرف بأن الدبلوماسية الجزائرية في منطقة الساحل تملك فقط هذا الاتفاق وحده، هو اتفاق الجزائر لسنة 2015 تملكه وحده. هذا الاتفاق هو ضاع مع الزمن. ضاع أولا من حيث مضمونه أنه كانت فيه أهداف، منها مثلا منع الانفصال، بمعنى أنه انفصال إقليم أزواد. كان فيه أن تتكفل حكومة باماكو بتنمية الإقليم، ثم كان فيه جانب آخر وهو إدماج المسلحين في الجيش والأمن ومناصب مدنية. هذه الأمور لم تحدث. لهذا اليوم مثلا الكثير من الماليين يقولون لا نريد اتفاق الجزائر. لماذا؟ لأنه حتى لما أبرم لم تكن لا الجماعات التي لا التنظيمات، أتحدث هنا عن الأزواد وغيرها التي قامت بإبرامه، لم تكن متفقة معه، وأيضا السلطات المالية آنذاك. إذا كان اتفاقا هشا منذ البداية. اليوم الجزائر لكي نفهم جيدا هي تريد تقول أنها تتمسك بهذا الاتفاق. كيف يمكن التمسك باتفاق الأطراف المعنية لا تريده؟ الأطراف تقول بأنه سقط لما بدأت المواجهات. معنى هذا أن هذا الاتفاق هو سقط وأصبحت هناك قوى أخرى هي التي تغيرت موازين القوى، وهناك جيش الآن يأخذ السلطة ويريد توحيد البلاد، بينما تقف الجزائر ضد هذه المسألة. لماذا؟ لأنها ستفقد ما يمكن أن نسميه بمنطقة رمادية تتحرك فيها في شمال مالي، بمعنى أنها تتحرك بهذا الشكل
ولكن الاتفاق منذ البداية أنه ظلت الجزائر هي التي تردده. نعم ظلت الجزائر هي التي تردده. لماذا؟ لأنه هو القنطرة الوحيدة التي هي الممر الوحيد الذي يجمعها بالساحل. مع العلم أنه تحت هذا الممر توجد تنظيمات، الكثير من التنظيمات الإرهابية التي لها علاقة بالجزائر، ومنها جبهة نصرة الإسلام والمسلمين. خلال الشهور الماضية زعيم هذه الجبهة نقل بطائرة جزائرية إلى الجزائر للاستشفاء. إذن هنا توجد هذه العلاقة يشعر بها الماليون في هذه المرحلة. تأمينا على هذا الكلام، استقبال ديكو، نعود إلى استقبال ديكو، هو ليس إلا النقطة التي أفاضت الكأس في باماكو. الجزائر كما قلتم وكما طبعا أعلن ما فتحت تستقبل شخصيات سياسية من طوارق مالي تعتبرهم باماكو انفصاليين أو حتى إرهابيين، هي تستقبلهم بترحاب، يزورونها ومنهم من يقيم بشكل دائم في الجزائر. أولا هنا لكي نفهم الجزائر، هنا هذه المسألة استقبال أشخاص من هذا النوع هو يعتبر تدخل في الشؤون الداخلية لمالي، لأن الذي يعرف ديكو جيدا هو غطاء يقولون بأنه غطاء سلفي، ولكن له علاقة بجبهة نصرة الإسلام والمسلمين. هو اشتغل مع النظام السابق في مالي واشتغل ضد النظام السابق، وهو اليوم يبدي بأنه يخرج مباشرة ويقول أنه ضد الجيش الذي يأخذ السلطة، ضد القيادة العسكرية الموجودة. معنى هذا لما تستقبل أشخاص من هذا النوع، معنى هذا أنك تقوم بعملية تحريض ضد السلطات الموجودة في مالي. أكثر من ذلك، حتى تصريحات الجزائريين كانت لها تصريحات ضد ما وقع في مالي وضد ما وقع في النيجر، بمعنى أن لها صراع مع كل هذه الأطراف التي وقعت فيها تحولات تقول الجزائر مثلا بأنها تحولات غير دستورية، وأكدها عطاف في اللقاء الأخير. بل أكثر من ذلك، أن عطاف اليوم لما يتحدث مع السفير المالي يقول شيء في الواقع هو يبين بأن هذه الدبلوماسية بوضوح هي أنها أصبحت بدون عقل، بمعنى لا تعرف إلى أين تتجه. يقول بأن هناك بيان للجزائر، بيان 13 دجنبر 2023، بيان في الأيام الأخيرة، يقول بأنه يستند إليه في استقبال التنظيمات من مالي. ما معنى هذا؟ تنتج بيان، بمعنى هو المرجعية تنتجه الجزائر وتستقبل من خلاله. يبدو بأن هناك ورطة كبيرة أو فخ، أقول بهذه الكلمة، فخ سقطت فيه الجزائر نتيجة تحالف وقع في منطقة الساحل بين الجيش الذي يحكم مالي وبين وجود روسيا. لماذا؟ لأن هذا التحالف الذي قلت جاءت قوات الفاغنر مع الجيش الروسي ودخلت من الأراضي الجزائرية، لم تستطع الجزائر أن تمنع هذه المسألة، دخلت وبدأت في مواجهة التنظيمات الموجودة في شمال مالي، تنظيمات انفصالية وتنظيمات إرهابية من أجل توحيد البلاد. الجزائر هنا تستعمل طريقة أخرى، بدأت تحرض هذه التنظيمات، تستقبلها وتقول بأنها تطبق اتفاق لم يعد موجودا. الاتفاق هو حتى المالي اليوم يقولون في الكثير من المواقع لا نريد اتفاق الجزائر، لا يعنينا ما قاله ديكو، نريد اتفاق يكون في مالي ويوقع من طرف الماليين ويخدم مصالح الماليين. هذا ما يروج اليوم، بمعنى هناك رفض تام للجزائر. بل أكثر من ذلك، هناك أمور خطيرة تقال عن هذا الاتفاق، لما يقولون بأنه كان الهدف منه ليس توحيد المالي ولكن تقسيم مالي إلى مالي الشمال ومالي الجنوب، والاستيلاء على 70% من الموارد الطبيعية. مالي غنية جدا، جميع أنواع الموارد الطبيعية هي موجودة، وإدخال العملية التي جاءت، عملية الحراسة، كانت عن طريق ما سمي بعملية برخان المعروفة الفرنسية. هكذا يقرأ هذا اتفاق الجزائر. هناك شك في اتفاق الجزائر، والآن هناك شك مباشر في الجزائر نفسها والعمليات التي تقوم بها ضد وحدة مالي. طيب دكتور، وكأن رعاية الانفصال والإرهاب تحول إلى سيرة وإلى عقيدة لنظام العسكر في الجزائر، عندما نربط بين رعايتها طبعا لانفصاله البوليساريو ونعرج على ما تقوم به أيضا من رعاية للانفصال لحركات الانفصال وأيضا للجماعات الإرهابية، وهي مهووسة
بوهم ربما زعامة المنطقة من خلال هذا النوع من التصرفات غير الودية مع الجوار. تحيط الجزائر نفسها ربما بحزام مشتعل. هناك قالها عطاف بوعي أو بدون وعي، يقول بأن هناك ما سماه بقوس ينطلق من البحر الأحمر ويصل إلى المحيط الأطلسي، سماه قوس نار، بمعنى يعرفون ما يجري. وهذا القوس بالطبع هو فيه جنوب الجزائر. مسألة رعاية الانفصال ورعاية التنظيمات الإرهابية هذه موجودة في الجزائر، بمعنى مشتركة مع من؟ مع القذافي. القذافي كانت فيه هذه الطبيعة واحتفظ بها الجزائريون. اليوم لا يمكن للجزائر أن تعيش بدون أن تكون هناك فوضى في الإقليم، والدليل على ذلك اليوم هناك محاولة زرع الفوضى في شمال مالي وهي مسؤولة عن هذه المسألة. هناك أيضا محاولة التوغل في الحدود أو في الأراضي الليبية، وقد خرج حفتر وهدد الجزائر مباشرة. نعرف هذه المسألة، وسبق أن تدخلت في ليبيا 80 كيلومتر خلال مرحلة الأزمة الليبية آنذاك. ثم أكثر من ذلك أنهم كانوا يخططون لشمال مالي بطريقة معينة لما وضعوا بندا في دستورهم يقول بإمكانية التدخل بإمكانية نشر قوات خارج البلاد، وهذا خطير جدا. إذا اليوم الجزائر هي نفس الشكل، هي تحتضن مثلا ديكو، تحتضن الكثير من التنظيمات الأخرى، تنظيمات انفصالية وتنظيمات إرهابية. نفس الشيء هو مع البوليزاريو، نفس الشيء، بمعنى أن لا يمكن أن تعيش في المنطقة دون احتضان تنظيمات انفصالية وتنظيمات إرهابية، بل أنها تحتضن بمعنى أنها تقوم بالتحريض ضد كل مناطق الإقليم. هناك أيضا اليوم بعض الاتهامات أو بعض الإشارات التي بدأت تشير إلى الجزائر وتتعلق بتونس. هناك من يحذر. لماذا؟ لأن بعض التقارير خطيرة تقول بأن الجزائر كانت تنقل أفراد القاعدة، تنظيم القاعدة، وتضعهم في الجنوب الليبي. وهناك من يشير إلى ما كان يجري في منطقة شعابني بأنها مسؤولية واضحة للجزائر. إذن دولة لا يمكن أن تعيش بدون أن تكون هناك فوضى. لما أرادت السلطات المالية أن توحد البلاد ونتيجة التحالف هنا مع روسيا التي هي مع روسيا، فإن الجزائر بدأت تحرض وبدأت تستقبل قادة الانفصال والسلفيين. بمعنى إذا كنا نتحدث عن ديكو فهو سلفي له علاقة بتنظيم إرهابي هو جبهة نصرة الإسلام والمسلمين. إذا نقل رسالة، هو ينقل رسالة إلى هذه التنظيمات. هذا ما فهمه الماليون. هذا ما فهمه الماليون، وهذا ما رد عليه الماليون باستدعاء سفير الجزائر وأيضا ببيان الخارجية المالية، وجاء شديد اللهجة فيه التنديد بالتصرفات التي وصفت بالغير ودية، وفيها أيضا ربما حتى عبارات فهمت على أنها تهديد للجزائر بأن علاقات الجزائر وباماكو هي على المحك بعدما وقع. كيف تتوقعون أن تتطور الأمور؟ هل ستمضي الجزائر قدما في استفزاز الجارة مالي؟ هل ستراجع مواقفها؟ هل ستعلق أشكال التعاون ورعاية الانفصاليين والإرهابيين، أم أنها قد تغامر وقد تقامر بعلاقاتها مع الجارة مالي؟ السيناريو الذي يبدو واضحا هو أن الجزائر كانت لها قنطرة وحيدة التي هي تحاول أن تؤثر بها في مالي، وهو اتفاق الجزائر. هذا الاتفاق انتهى، سقط نتيجة المواجهات. أنا أتوقع بأن تتدهور علاقات أكثر بين السلطات الحاكمة في مالي النظام الحالي وبين الجزائر. الجزائر هنا لا يمكن، بمعنى أن القنطرة الوحيدة للوصول إلى الساحل وهي أن يظل هناك وضع متدهور في شمال مالي، وأن تظل تستعمل هذه الاتفاقية التي تقول هذا الاتفاق. إذا متوقع جدا، لأن مسألة الرد المالي كان شديد اللهجة،
لما يقول بأن الأمر يتعلق بتدخل في الشؤون الداخلية لمالي. أولا هذا يعتبر لنضعه في إطار القانون الدولي أن الجزائر هي تخرق مبدأ عدم التدخل وتتدخل في السيادة الداخلية لمالي، بل أكثر من ذلك أنها تحتضن تنظيمات وتحتضن تسميهم مثلا معارضين، تسميهم أطراف في اتفاق لم يعد موجود. إذا من المتوقع أن تبقى الجزائر في عملية احتضان هذه الأطراف التي هي متمردة أو تنظيمات إرهابية تضرب الدولة المالية، وهنا سيظل التوتر قائما، مع العلم أن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها السلطات المالية لتوحيد البلاد. مالي لا ننسى إلى حدود سنة 2012 كانت الدولة تتطور بشكل جيد، والجزائر لها مسؤولية كبيرة فيما وقع في شمال مالي. لماذا؟ لأن قانون الوئام المدني الذي يتحدث عنه الجزائريون، فهم قاموا بعملية إرسال الكثير من الإرهابيين المرتبطين إرهابيين، ما زالت أسماء موجودة، ودخلوا إلى شمال مالي. بدأت النواة من هنا، بمعنى الفوضى انطلقت من الأراضي الجزائرية. ولهذا اليوم مثلا إذا أغلقت الحدود، ماليين إذا أغلقوا الحدود مع الجزائر بمعنى راقبوا الحدود جيدا، هنا سوف يصبح عزلة قاتلة للنظام الجزائري الذي يرتكب المزيد من الأخطاء. دولة لها توتر مع المغرب، دولة لها توتر مع ليبيا، ودولة لها توتر مع مالي. من تبقى لها من الجيران؟ بمعنى هنا هل كل هذه الدول أخطأت مثلا في قراءة ما تقوم به الجزائر؟ هذه دولة لا يمكن أن تعيش بدون خلق الفوضى في محيطها. الفوضى في محيطها ربما قد تنعكس سلبا على أمنها وأمانها عندما تحيط نفسك بحزام مشتعل من الجماعات الإرهابية، وأيضا من ربما التنظيمات التي لها توجهات انفصالية، فأنت تلعب بالنار. نعم، هناك الآن الكثير يتحدث الكثير على إمكانية انفجار الكثير من الأوضاع داخل الجزائر نتيجة احتضان هذه التنظيمات. إذا قامت مالي بإغلاق الحدود، وحدت الشمال، جميع التنظيمات ستكون فوق أراضي الجزائر، ستكون فوق الأراضي الجزائرية، وآنذاك تصبح المواجهات المسلحة في الجنوب الجزائري وهي موجودة اليوم. ولا ننسى أيضا بأنه إغلاق الممرات أيضا حتى مع الجنوب، ممر مثلا منذ أيام كان هناك حديث على معبر الدبداب والذي انتبه، بمعنى أنه في آخر كانت الجزائر تطالب بفتحه ثم هي التي قررت إغلاقه، وكان هناك تصدي من طرف حفتر الذي يطالب بأمور أخرى تتعلق بقضية الحدود وقضية الثروات إلى غير ذلك. إذا التنظيمات كلها ستكون فوق الأراضي الجزائرية، وهي لا زالت موجودة. هذه التنظيمات لا زالت موجودة، ستكون في الجنوب، ومن الصعب على الجيش الجزائري أن يراقب جنوبه. إذا المواجهات متوقع أن تكون داخل الجزائر وهي لم تهدأ، لا زالت موجودة منذ سنوات طويلة، لا زالت المواجهات موجودة، لا زالت الأسلحة موجودة، لا زال هناك من ينبه، وهذه المسألة بعض التقارير تنبه إلى أنه حتى الطيران أحيانا فوق الجزائر هو خطير جدا. إذا الوضع هو كله سينفجر داخل الجزائر إذا تم توحيد الكثير من توحيد مثلا شمال مالي. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرحيم من منار سليمي.